يا جدعان ابوس ايديكو، اياكو والسحر. السحر ما هو الا هلاك لصاحبه قبل ما يكون لغيره. فعلشان كده انا بعمل القصة دي وانا مضطر اعملها علشان لازم الكل يسمعها ولازم يتعلم منها ازاي يحافظ على نفسه واهله ودينه. يا مساء الرعب يا ملوك، عاملين ايه؟ ما قلتوليش ايه رأيكم في القصة اللي فاتت؟ عجبتكم؟ اوعى حد فيكم يقول لا، لان بصراحة بتعب فيهم جامد زي كده ما هتعب في القصة دي. فما تنسوهاش باللايك والاشتراك، واهم حاجة فعلوا الجرس. وبعد كده بقى اطلع افرد ظهرك على السرير علشان مش هبقى انا وانت ظهرنا بيوجعنا. بس طبعا اهم حاجة تنفذ العهد، تخفف النور وتلبس سماعتك الجميلة، والأهم من ده كله تصلي على النبي وتستعيذ بالله، علشان لو عملت كده أجمد قلبي وأقولك بسم الله. فلنبدأ. القصة دي يا ملوك أنا وقعت عليها بالصدفة وأنا مجهز نفسي على السرير بالليل كده علشان أنام، إذ فجأة تيجي في بالي فكرة. ما تدخل كده يا زوز تدور في الانستا، يمكن حد من اخواتك بعت لك قصة حلوة تنفع تتعمل. وبالفعل افتح الانستا وانا ممدد على السرير وادخل على الرسايل. دخلت طبعا وكتير من اخواتي بعتين لي سلامات وحاجات جميلة، فرديت عليهم وكنت مبسوط جدا، ولكن مفيش حاجة اتبعتت ولا قصة ينفع تتعمل. فقلت يلا فكرة فاكسة وجهزت نفسي علشان انام، ولكن ابص قبل ما اسيب التليفون واذ فجأة الاقي رسالة جديدة على اول الرسايل من فوق، حد لسه باعتها طازة دلوقتي. قلت يعني اكيد سلامات، فقلت ارد على اللي باعتها وانام. ولكن تحصل المفاجأة، طلعت الرسالة اللي كنت مستنيها. رسالة كده بعرفها من اول كلمتين فيها: مساء الخير يا ملك الليل، انا حابب تحكي قصتي علشان غيري يتعظ منها. ساعتها ابتسمت رغم معاناة اللي بيكلمني. انا اسف، بس هو شعور دايما بيجيلي كده بيحسسني ان كأن عيل صغير هيسمع قصة. فدخلت وقرأت اسمه وكان سيد، فبعت له وقلت له مساء الورد يا ابو السيد، احكي يا غالي ولا يهمك، انا معاك لحد ما تكتبها. وبالفعل بدل ما اجهز نفسي علشان انام قمت وجهزت فنجان قهوه على ما القصه تتكتب، وانا عمال ادعي واقول يا رب ما يطلع السهر ولا فنجان القهوه ده على الفاضي. قمت عملت القهوه وغبت فيها شويه، وبعدها خدت بعض تاني ودخلت اوضتي ومسكت التليفون وسيد لسه بيكتب. فاستغربت وقلت ما هو حاجه من الاتنين، يا سيد بطيء في الكتابه وده اكيد ما اتمنهوش، يا اما القصة اللي هيبعتها طويلة وتستاهل. وطبعا كنت بتمنى كده. بدأت اشرب القهوة لحد ما خلاص كانت قربت تخلص، وفجأة اشعار الرسالة يوصلني. فمسكت التليفون بسرعة وانا على نار. دخلت الرسالة لقيته كاتب: أنا سيد ساكن في منطقة السيدة زينب، عمري 33 سنة وشغال خراط خشب، بقف على مكنة يعني وبخرط الخشب. المهم مش ده الموضوع، أنا يا ملك الليل كنت بحب بنت خالتي وهي كمان كانت بتحبني جدا، ومن 4 سنين اتفقنا على الجواز واتجوزنا وكل الدنيا فرحت بينا، إلا 2 ما هوبوش ناحية الفرح، خالتي الكبيرة وبنتها. المهم امورنا كانت ماشيه تمام وخلصنا الفرح وطلعنا شقتنا وقضينا ليله الدخله، وحرفيا هي كانت الليله دي اللي عشتها في حياتي. كنت مبسوط بمراتي جدا وهي كمان، وتعدي الليله وتيجي الصباحيه ويجوا الناس يباركولنا، القرايب والصحاب والجيران، وتيجي كمان خالتي الكبيره وبنتها. فامي طبعا كانت عندنا في الوقت ده، فقالت لهم انتوا بتهزروا؟ ايه اللي جايبكم؟ انتوا ما جيتوش فرح ابني وجايين في الصباحيه؟ ده الغريب يتكسف يعملها. فخالتي قالت لها ما اقدرش عيب عليكي، بس بص لنجوى شوفيها كده عامله ازاي، نجوى تبقى بنت خالتي. امي بصت للبنت اتخضت، لما ركزت فيها لقت البنت خاسه جامد وتحت عينيها اسود بشكل فظيع. قالت لامي احنا بيها من امبارح في المستشفى، بس محدش فينا قال حاجه علشان فرحكم ما يبصش. فامي حضنت نجوى وقالت لخالتي حقك عليا ما تزعليش. وجت نوره مراتي جري على نجوى وسالتها مالك يا اختي، وخدتها ودخلت بيها الاوضه. وقتها البنت كانت ماشيه مع مراتي
وعمالة تبص لها بصات غريبة، كل نظراتها ليها كانت حسد وغل. ولكن نورة ما كانتش فاهمة ده ودخلت معاها الأوضة. كنت شايف نظراتها وهي عمالة تبص لها بس مش عارف أعمل إيه. المهم شوية وخالتي كمان عملت حاجة غريبة، ندهت لمراتي، ولما جت لها وقالت لها بتنادي ليه يا خالتي، طلعت من كيسة سودا معاها حتة هريسة وقالت لنورة خدي يا حبيبتي حلي بقك. جت أمي تهزر وتاخدها منها، شخطت في أمي وزقتها وقالت لها دي مش ليكي، دي لنورة معمولة باسمها. وقتها كلنا بصينا لها باستغراب، فلمت الموضوع وقالت انت مش هتحلى بقك لما اتجوزتي يا بت، دي بقى نصيب نورة. فأمي ضحكت بحسن نية ونورة كمان، بس أنا ما كنتش حاسس ان في خير. وفجأة قامت مقربها مرة واحدة من بق نورة، فتلقائيا فتحت بقها وندغتها وهي بتضحك وبلعتها. وقتها انا قلبي كان وجعني جامد مش عارف ليه. بس بعد ما عملت كده قالت لامي ما يلا بقى يا بت نمشي ونسيب العرسان، وقامت شادة نجوى وامي ومشيت. وقتها نجوى كانت كل شوية تلف وشها وتبص لنورة بحسد وبغل وتبتسم ابتسامة خبيثة. المهم بعد ما مشيوا نورة قالت لي مش ملاحظ ان خالتك ونجوى تصرفاتهم غريبة النهاردة؟ قلت لها ملاحظ اكيد يا نورة. المهم انت كويسة ولا ايه؟ قالت لي انا كويسة وتمام الحمد لله، في حاجة ولا ايه؟ فقلت لها لا الحمد لله. ويا دوبك لفيت وشي واديتها ظهري سمعت دبة جامدة، لفيت وشي بسرعة بص لقيت نورة مرمية على الارض، والشكل اللي كانت فيه مرعب. عينيها مقلوبة بيضة وجسمها مشدود ومفرود وعمالة تترعش بشكل مرعب. فاتصدمت من المنظر ونزلت بسرعة احركها واقول لها مالك يا نورة، فيكي ايه؟ فوقي بنت يا نورة. فضلت احاول احركها بس جسمها عامل زي الخشبة، لحد ما فجأة قامت وفهقت مرة واحدة، خلتني من الرعب وقعت على ظهري. قامت بسرعة جدا، فعدلت نفسي وقلت لها نورة انت كويسة؟ قالت لي ايوه انا تمام، بس هو ايه اللي حصل؟ فقلت لها انت مش عارفة حصل ايه؟ قالت لي لا والله ايه اللي حصل. ففضلت افكر واقول اعرفها هي كانت عاملة ازاي ولا بلاش لا تخاف. فاستقريت ان اقول لها انها اغمى عليها. قلت لها ممكن من الارهاق وقلة النوم تعبتي، مفيش حاجة يعني، تحبي يا نورة اوديكي تكشفي؟ فقالت لي لا يا عم مش للدرجة دي. فقلت لها براحتك يا غالية، ودخلت اوضتي وانا مش عارف اعمل ايه، وعارف ان خالتي عملت حاجة لنورة. وده يا سيدي لان نجوى بنتها كان واضح من يمتها علامات الحب ليا. ومش هكدب عليك انا كمان، بس احنا الاتنين شخصياتنا بتتكسف. يعني انا كنت شايف كل العلامات اللي بتقول ان نجوى بتحبني، بس في نفس الوقت خايف لا يكون بيتهيألي ولو جيت اكلمها تحصل ما بيننا مشاكل عائلية. ونجوى كمان تقريبا نفس الكلام. ولكن نورة مراتي عملت العكس، وعملت اللي المفروض الراجل هو اللي يعمله. في يوم واحنا معزومين عندهم على الغدا، خالتي بدأت تهزر معايا وتقول لي مش هتتجوز بقى يا واد يا سيد، نفسي اشيل عيالك. فقامت نورة رد على امها من قبل حتى ما انا اتكلم وقالت ليه يا اختي وانت فكرك ان انا هسيبه لغيري؟ احنا الاتنين اولى ببعض. الكل قعد يضحك وقتها واتخذ الموضوع في سياق الضحك، ولكن انا بالنسبه لي الكلمتين حسيتهم بجد من نورة. فطلعت البلكونه اولع سيجاره ولقيت نورة عملت كوبايتين شاي ليا وليها وطلعت قعدت معايا في البلكونه. فشويه كده واتجرأت وقلت لها هو انت يا نورة الكلمتين اللي قلتيهم جوه دول كانوا بجد؟ استغربت كده وقالت لي انه كلمتين دول. فاتحركت كده وحسيت ان البنت كانت بتهزر اصلا وانا اللي مكبر الموضوع. فرجعت نفسي وقلت لها لا لا ولا حاجه مفيش حاجه. فقالت لي تقصد الكلمتين اياهم بتوع يعني ان انا مش هسيبك لغيري وان انا بحبك والكلام ده؟ يا سيدي بجد. فقلت لها بجد بجد يعني؟ قالت لي خلاص بقى ما تكسفنيش، قلت لك بجد. فحسيت وقتها ان الفرحه مش سايعاني، لان اصلا طول عمري في حالي ولا بتاع بنات ولا كلمت بنت قبل كده، فاحساس ان حد مهتم بيا وبيحبني كان جميل قوي. فطلعت جري وقلت لهم انتوا هتقروا فتحتنا دلوقتي انا ونورة، احنا الاتنين لبعض. فكلهم بصولنا كده شويه واستغربوا، ولكن بعدها بدات امي تزرغط. خالتي كمان كانها كانت محتاجه تشجيع، هي كمان فتحت. وبالفعل الليلة دي قرينا الفاتحة. ومن بعد الموقف ده واحنا كل يوم والتاني نسمع ان نجوى بنت خالتنا في المستشفى، ولما اروح ازورها تضير وشها مني وتقعد تعيط. وبرضه من اياميها بدأت تبص لنورة
بغل. المهم انت اكيد دلوقتي فهمت ليه نجوى بتغل على نورة. نرجع بقى للفترة بتاعتنا دي. نورة فجأة واحنا نايمين بالليل قامت من نومها تصرخ مرة واحدة بأعلى صوتها، فقمت من نومي مفزوع لقيتها عمالة تصرخ وتحاول تزق وتضرب حاجة وعمالة تقول لي الحقني يا سيد هيموتني الحقني. فقمت من على السرير جري ووقفت قدامها ومسكت ايديها وقلت لها مالك يا حبيبتي، مين ده اللي هيموتك؟ ما تخافيش انا جنبك اهو. فسكتت شوية كده وبصت حواليها وقالت العفريت، العفريت هيموتني. كانت بتقولها بطريقة غريبة كأنها طفلة أو حد مجنون. فعيني دمعت وخدتها في حضني ووقتها راحت في النوم في إيدي. فسبتها على السرير ومددتها وطلعت أنا قعدت على كرسي في الصالة. قعدت حزين وبفكر ومش عارف أعمل لها إيه لحد ما بعد ساعة نورة قامت وعدت من جنبي وفجأة لفت وشها ورجعت. كان شعرها منكوش وغريب. جت وقفت قدامي وهي عمالة تعمل حركات غريبة ومش مستقرة بدماغها، وفجأة وطت على دماغي وبصيتها وهي بتبكي. فقلت لها يا حبيبتي في ايه مالك؟ ايه اللي حصل يا نورة في الكام ساعة اللي فاتوا دول؟ فقعدت تعيط وما ردتش عليا. لسه برفع راسي علشان امسكها واحضنها فجأة سابتني وطلعت تجري ناحية الأوضة اللي فيها البلكونة. فاتصدمت وقمت اجري وراها وانا بقول لها لا يا نورة بتعملي ايه؟ لا. ولكن في ثانية رمت نفسها من الدور الخامس. ففضلت اصرخ واصوت زي الحريم من اللي حصل واقول للناس من فوق الحقوها والنبي الحقوها. ولكن لما الناس اتلمت لقوها ميتة. وفي نفس الوقت على اول الشارع كان في سويت تاني، سويت في بيت خالتي ام نجوى. الناس راحت تشوف فيه ايه لقوا ان نجوى كمان ماتت في نفس اللحظة. قلبها وقف لوحده وماتت. وامها من اللي حصل اتجننت وقعدت تقول لها بقى موتلك بنت اختي يا نجوى علشان تتجوزيه وبرضه متي ليه كده ليه؟ وبالفعل خالتي اتصابت بالجنون لدرجة انها بقت عايشة طول حياتها في المقابر. ودي يا غالي كانت قصتي. قول لي بقى انا اقول لك ايه بقى؟ انا اقول لك ايه؟ معقولة لسه في حد بيروح يجرب السحر؟ يعني بعد القصص اللي احنا بنسمعها في التلفزيون وهنا وفي كل مكان لسه في حد بيجرب حتى وهو عارف انها حاجة من الموبقات يعني تودي جهنم حتف؟ ارجوكوا لأي حد بيتفرج عليا اوعى ابدا تفكر في حاجة زي دي في يوم من الايام. لا قرب حبيب ولا فلوس ولا معرفش ايه ولا الكلام ده، كل ده كفر. خلي بالك من نفسك انت واهلك ودينك وبس كده. سلام. اقسم بالله ظهري اتكسر. قدروها.